هاجر الحسن، إدارية مؤتمر ستار قامشلو. اليوم كلنا بنعرف إنه المؤامرة اللي صارت على القائد عبد الله أوجلان ولا زالت مستمرة لتاريخ يومنا هذا، ونعرف إنه اليوم يعني القائد عبد الله أوجلان يعني قائد أمة ديمقراطية كاملة. اليوم هالإنسان هذا الدولة التركية يعني حاطته بجزيرة لحاله، يعني بأي قانون دولي عم يتعامل هالإنسان بهالطريقة هاي. ونلاحظ قبل فترة كمان الحريق اللي صار بجزيرة إمرالي، يعني مثل ما نقول جس نبض هو كان للمجتمعات كافة، يعني ما نقول بس للشعب الكردي، لأنه اليوم القائد ما عم يمثل الشعب الكردي، صار المكونات كلها عم تمشي بفكر القائد عبد الله أوجلان. يعني الحريق جزيرة إمرالي اللي صار جس نبض للشعوب، ولاحظنا وشفنا انه الشعب كله ثار بس بدهم خبر عن صحة القائد. وبالنهاية يعني لسمحوا للمحامي يفوت لعندهم يعني دقائق معدودة. وبنلاحظ بهالفترة الشهرين هاي وضع الوباء اللي صار بالدول كلياتها، يعني كورونا. هل الكورونا اللي صارت لازم يعني كان نطمن عن صحة القائد، كان عن هاي يعني، وحاولنا كثير بالنهاية لا سمحوا ليحكي مع أهله هال10 دقائق ربع ساعة. يعني وين القانون الدولي؟ CPT يعني انت المنظمة هاي انت لازم انت تقدمي اليوم مثل ما نقول افراج عن القائد. نحن ما بدنا اليوم بس تجريد، اليوم القائد يعني رح يتعدى ال 21 22 سنة بأي قانون دولي في هالقانون هذا ليضل هالإنسان بهالجزيرة هاي محبوس. يعني يوم الإنسان أنت قاعدة بغرفة لحالك 4 ساعات تلاقي حالك عم تضوجي، فما بالك هالإنسان صار له عمر. فسياسات الدولة التركية يعني دائما مستمرة. نلاقي يعني حتى لما بزمن الكورونا اللي صار عم تصير إفراجات، عم يصير عفو، عم يصير هاي. حتى إذا لاحظنا إنه بالإفراجات اللي صارت ما صارت لا على السياسيين ولا على جماعة المخدرات، على المافيات. طيب وين حقوق الإنسان؟ اليوم نحن كنساء عايشين بهالبلد هذا وكل نساء العالم عم نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان. اليوم ما بس بدنا تجريد، يعني يكفي. المنظمات كلها مسكرة عينها، ما حدا يعني، حتى المنظمات اللي فاتت على البلد هون عنا يعني بالاسم منظمات إنسانية بس ما شفنا شيء من الإنسانية. الإنسانية لما أنت منظمة CPT لما بتفوتي أنت على السجن بتلاحظي وضع هالإنسان اليوم كمل يعني نص عمره راح بالسجن على شو؟ فنطالب منها هي أول شيء، هي بتروح تفوت تتفقد وضع القائد هنيك، ونطالب منها بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان. يعني المنظمات الدولية حقوق الإنسان كلها إذا في حقوق إنسان إنه القائد عبد الله أوجلان يطلع.